بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يلا نعمل مع بعض أحلى رز بلبن كريمي وش مكرمش زي المحلات بالظبط. معايا كوباية رز بلدي ونص كوباية سكر، معلقتين كريم شانتيه العادي، وثلاث معالق من النشا، ومعلقتين قشطة بتاعت وش اللبن، لو عندك قشطة معلبة مفيش مشكلة، وفانيليا. أنا بحب الفانيليا السايلة قوي، بتدي ريحة حلوة قوي قوي. وكيلو لبن على كل كوباية رز اللي هي 4 كوبايات لبن. والتزيين بقى مكسرات، زبيب، اللي انت عايزاه زي ما تحبي، كل واحد بيزين طبقه زي ما يحب، ده ليكي الاختيار فيه. بعد ما غسلت الرز حطيت كوبايتين ميه على النار، وحطيت فيهم كوبايه الرز المغسوله، وحطيت لها معلقتين سكر بس كده، وبقلبها تقليبه واسيبها تغلي غلوه واحده. مجرد ما غليت اطفي عليها النار واسيبها متغطيه حوالي ساعه. في الساعه دي الرز بينفش ويكتر ويستوي يعني 3/4 سوا. بعد كده بشغل عليه النار تاني، وازود له، احط له كيلو اللبن كله، وابدا اسيبه يغلي ويكمل سواه. بيبقى فاضل له تكه صغيره يستويها في قلب اللبن. وهنا بعد ما غلي حطيت له معلقتين القشطه، وابدا احط له الكريمه وبقيه السكر. هنا محتاجش معايا النص كوبايه، بس انا زودت له كمان ربع كوبايه، فاخد معايا كوبايه الا ربع سكر. وحطيت له النشا بدوبها في حبة لبن الأول وبعد كده بنزلها. والكريمة برضو بدوبها، لو ما حطيتهاش من الأول بتدوبيها علشان خاطر ما تكلكعش معانا في قلب الرز بلبن. وحطيت نقطة الفانيليا، وهنا خلاص الرز بلبن جهز معايا. دي كانت آخر خطوة اللي هي النشا، آخر حاجة خالص بحطها. ولو خايفة يكلكع منك اشتغلي بالمضرب، مفيش أي مشكلة، المضرب السلك، ولفي بيه واشتغلي بيه بدل المعلقة، مش هيكلكع معاكي وهيبقى زي العسل. وهنا وانا بغرفه، انا حطيت في الطاجن بايركس ده حبه. أنا بحب الرز بلبن الفرن قوي. بعد ما بحطه في الطاجن البايركس بحط على وشه حبه سكر صغيرين، ما بحطش قشطه تاني لان كده هيبقى اوفر دوز قشطه فما بحطش قشطه تاني، هما حبه سكر برشهم على وش الطاجن زي ما انا عملت دلوقتي كده، وبدخله الفرن بس كده. وهنا بتزيني زي ما تحبي، ايه اللي عندك زيني بيه. وهنا بعد ما طلع من الفرن، ولو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله.